كان طالب يقف أمام الكلية مع زملائه، وجاءت سيارة مسرعة وصدمته. أسرعوا به إلى مستشفى الجامعة، وأبلغه الدكاترة أن لديه كلية تنزف ويجب أن يستأصلوها فورا، وإلا تسببت في موته. الطالب يضطر أن يختار ما بين استئصال كليته وخسارتها، أو الإبقاء على الكلية وخسارة حياته. طبعا اختار استئصال كليته، وبعد عدة أيام وهو جالس مكتئب في غرفته، دخل عليه الجراح الذي أجرى له العملية وهو مبتسم، يقول له: هل تسمع عن القضاء والقدر؟ فرد عليه الطالب بحسرة: أجل يا دكتور، لكنني خسرت كثيرا. هنا قال له الدكتور: أنا كنت مثلك، أسمع عنه إلى أن شاهدته معك، ونحن نجري لك العملية. عندها لاحظنا وجود نسيج غريب في الكلية التي استأصلناها، وعندما أرسلناها النسيج إلى المختبر التحليلي، تبين بعد الفحص أنها كانت بداية تغييرات للخلايا عن طريق نشاط سرطاني، ولم يكن من الممكن أن تكتشف إلا في مرحلة متأخرة جدا، وعندها تكون حياتك هي الثمن. رد عليه الطالب مندهشا: هل تقصد يا دكتور أن السيارة اختارتني وحددت مكان الإصابة بالضبط لأخذ فرصة ثانية للحياة؟ قال له الدكتور: تخيل، هل تعتقد أنها فرصة؟ الطالب مبتسم: أكيد، هذا قضاء وقدر، الحمد لله. وهنا يقول أحد الصالحين: لو علم العبد كيف يدبر الله له أمره، لعلم يقينا أن الله أرحم به من أمه وأبيه، ولذاب قلبه محبة لله. إذا أعجبتك القصة، ضع لايك وانشرها كي يستفيد منها الجميع. تحياتي لكم.